مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. نعود لمتابعة لقاء الأسبوع مع رئيس نادي الهلال السوداني أشرف سيد أحمد. سيد أشرف، ضم نادي الهلال في التسجيلات الأخيرة عدد كبير من اللاعبين الأجانب، تقريبا 9 لاعبين، منهم 6 لاعبين يلعبون بصفة التجنيس. هذا عدد كبير من اللاعبين، ربما يكون غير مسبوق. ألا تعتقد بأن تواجد هؤلاء اللاعبين الأجانب بهذه الكثافة يمكن أن يؤثر سلبا على مردود اللاعبين الوطنيين في كشف الفريق؟ والله شوف نجي من النقطة دي أنا أتكلم لك فيها بصراحة. طبعا عدم وجود الأكاديميات وعدم الاهتمام بالمدارس السنية والشباب والناشئين وكده أضر بالكرة السودانية. يعني ما كان في برمجة من أصحاب الأمر الرياضي في السودان عندهم فيجن من أجل إنه يكون عندهم لاعب محترف، بدليل أن احنا إلى هذه اللحظة ما عندنا لاعب محترف في أوروبا. يعني أنت لما تيجي تخط متطلبات إنك تاخذ كأس أفريقي ولا داير ولا الكونفدرالية ولا الأبطال، يعني عندك متطلبات بتدرس، وقعدنا وبحثنا وغيره وغيره، فلقينا نحن لازم يكون عندنا. يعني ما معنى إنه أنا عندي لاعب سوداني مثلا أيسر، ظهير أيسر، بيكون اداؤه ما حيناسب الفرق. يعني احنا متابعين تسجيلات الفرق في افريقيا، يعني يومي بيجينا تقرير ورصد انه والله الترجي عمل كده، الاهلي عمل كده. لقينا الاتيام دي كلها بنت نفسها بصوره ضخمه، فقلنا ان احنا لازم كمان بنفسي، لانه ده اللي حينافسوني انا. فما ممكن انا اقول له والله يا اخي عشان التجنيس وكده انا والله ما بجنس احتراما انه لعيبه السودانيه. انا خاشي معركه، انت سلاحك الخاشي بشنو؟ الخصم بتاعي انه سلاحه هو اللي بيخلينا انا تقو في انه انا اوازي في السلاح يخطر منه عشان ينتصر عليه. فده كان التفكير، وعلى ضوء تم التجنيس، والتجنيس هو كل الانديه جنست يعني. معنى ذلك أنتم تستهدفون لقب دوري أبطال إفريقيا. ما في إذا شك. لم يتحقق هذا الهدف في الموسم المقبل، هل سيتم الاستغناء عن كل هؤلاء المحترفين والعودة للاعبين الوطنيين؟ ابدا، هو الوطنيين وانا بالمحترفين ما جبت حاجه بالوطنيين. الوطنيين يعني نحن من سنه 1970 ما دي قلت لكم مشكله الكره السودانيه ما جابوا كاس. يعني كاس يقول على كاس، يعني كاس افريقيا، الكاسات حتى على مستوى الفريق لهم هزايمنا انت شايفها، وبيلعبوا فوق الوطنيين اللي بتتحدث عنهم انت دفاعا، حتى لو ما كان جهرا، لكن من نبراتك يعني. يعني فريق قومي ياخذ الاربعه وياخذ وما حصل، يعني تقدموا. ده فشل ذريع، وطبعا كله بيرجع للسياسات الفاشله تحت الاتحاد العام يعني، واهل الامر يعني في الكره السودانيه. فنحن التارجت بتاعنا كاس افريقي 2017. الكلام اللي بتتكلم عنه ده نحن وضع لنا برنامج مع التدريب مع المدارس السنيه مع الرديف، على اساس انه 2017 الهلال يكون خالي من اي لاعب اجنبي، وانا لفاعلون. يعني حنركز، يعني ميزانياتنا بتاعت الناشئين والميزانيات اللي وضعناها للشباب والرديف اكثر من الفريق الاول لو بتصدق الكلام. يعني رصدنا من قروش الرعايه من مصادر ثانيه، نازل رصدنا لهم يعني ما اقل من 3 مليون دولار. 3 مليون دولار دي مخطوطه بس للناشئين. أنت دائما تتحدث بحالة من عدم الرضا عن اتحاد الكرة. أيضا لديكم قرار سابق بمنع بث مباريات الفريق في الموسم الجديد ما لم تتحصلون المستحقات المالية بطرف اتحاد الكرة. هل نتوقع معركة أو مواجهة عنيفة ما بين ناديكم واتحاد الكرة؟ نحن ما عندنا، ما هي المعركه دي عندها سببها وعندها حدها. الاتحاد العام ظلم الانديه. احنا قلنا اذا في اي شركه بتاعت رعايه، ما انا جزء اصيل، انت ما ممكن تاخذ نصيب الاسد، واتفاق ما فير. يعني احنا طالبنا بعد ما يسددوا قروش نادي الهلال على داير الملين، شفت ملينه واحده يجيبوها. بعد كده الناس الرعايه يقعدوا معانا، نحن نكون جزء اصيل في الاتفاق، لانه انت ما ممكن ترتضي
يعني اخر مره الامين العام في مباراتنا اللي شلنا بيها توجنا بها كاس الممتاز، جاني الامين العام شايل لي شيك، قال لي يا ريس دي القروش بتاعت البث بتاع المباراه، قال لي 30 مليون. قلت له يا المباراه دي يا اخوي، قال لي يا اخي دي بتاعت قناه جون. قلت له الهلال يبيز ب 1300 دولار و1000 ونص دولار يا سيد الامين العام؟ قال لي والله ده الاتفاق عملوا الاتحاد العام. وفي نفس يوم المباراه يعني اول حاجه ان احنا حرمنا من لحظه تاريخيه تسجل لنادي الهلال تقعد هيستوري، لانه غناء ما مؤهله اضاعت بس يعني ما حصل في تاريخ الهلال لحظه تتويج تغيب. وحتى يعني دي تسوى كم؟ اول حاجه ان احنا الغناء لو ما جابوا لنا البروفايل بتاعها، لو جابوا 10 مليون دولار ان احنا ما حنشارك كنادي هلال عظيم. ان احنا بنوثق لاجيالنا، بنوثق لاجيالنا، مش مساله قروش بعدين بتجي قروش. يعني ما ممكن يجيبوا لي جون تاني يقول لي تبس ما حنلعب. نحن الهلال العظيم واكبر تيم في السودان واصحاب قرار، ممكن ننسحب من الممتاز. اتحاد غير منضبط، هو في وادي والانديه في وادي، يمارس دور يعني ال زي ما بنقول ان احنا زمان الالفا، وبيمارس دور المعاقب والقاضي، بما انه هو ما عنده سلطات زي دي. هو جهاز كون لتنظيم اداره الكره في البلاد وفق قوانين. الناس اللي بيديروا الاتحاد انا دافعت عنهم دفاع شديد قبل ما اكتشف حقائق، ويعني حقيقه واكبر كان كارثه اللي انا حقيقه احبطت فيها وندمت انه حقيقه يعني دافعت عن الناس دي. انا طبعا لا اتهم الا بعد ان اتاكد، يعني ما امشي بالاقاويل. قالوا لي يا اخي الاتحاد ومثل مع الهلال كده وكده وكده وكده، وانت يعني في الصحافه موجوده في الاعلام، كنت انا بدافع عنهم في الموضوع بتاع تسجيل جمعه جيرانه هذا اللاعب الجنوبي. يعني الدور اللي مثلوه دور يعني سخف كان، يعني بمعنى الكلمه. يعني ايميل ما جاء، ايميل بيجينا نادي الهلال، بيجيني انا في شركتي، قصدوا من يوم الخميس والايميل عندهم قالوا ما جاء وتجيبوا لنا كرته، رغم انه كرته لاعب الهلال عندك. فوتوا الجمعة عشان السبت والأحد عطلة في جنوب السودان، ويوم 30 اللاعب ما يجي. انتظرنا، كان بعد كده استعنا بالجهات العليا انه في فوضى. من هذه اللحظة انا قررت انه هذا الاتحاد غير متعاون، وقررت ما اتعاون معه نهائيا ما لم يمشوا في الطريق الصحيح. نحن الهلال العظيم، نحن المؤثرين في القرار اعلاميا، ان احنا ما حنسمح كاميرا تخش لو ما استوفينا حقوق الهلال كامله، لو ما نحن جزء اصيل في الاتفاق. يعني نحن عندنا اوفر من قنوات انها تبث كوره الهلال وبقروش كثيره. انت تجيب لي في مباراه تدينا 1600 دولار وتوديني لي قناه تحرمني من لحظه تاريخيه في تاريخ الهلال تتويج الكاس الممتاز. سيد أشرف، نحن نتحول الآن إلى العلاقة ما بين ناديكم ونادي المريخ الندى التقليدي. هل تأثرت هذه العلاقة بعد انتقال اللاعب بكري عبد القادر؟ شوف انا داير اقول لك كلام، هو بكري المدينه هو لاعب الهلال ويبقى المواثيق والعقد التم واستلم قروش. يعني ما يسار عن في الاعلام انه ما اديناه وكلام ده كله كلام طبعا ما صحيح. بكري المدينه مشى المريخ، رغم انا كان رايي فيه واضح كرئيس، علاقتنا ما اصله ما بتصل لمرحله العداء بينه وبين المريخ، لانه ضعف المريخ هو ضعف الهلال مهما انا كنت قوي. عشان كده نحن بنكون حريصين حقيقه، ويمكن ذات المريخ بيكون حريص نحن نكون اقوياء الاثنين. باختصار هي حزت في نفسنا بفهم انه المريخ يعلم علم اليقين انه مضى واستلم مننا، يعلم علم اليقين. يعني لو كان قبل ما يمضي لنا ويستلم
كان عاديه جدا. لكن يعلم علم الغيب. على كل حال اجابه لسؤالك هي ما حتاثر، لانه نحن باغين والمريخ باغي، وحصلت حاجات كثيره من بدري يعني ما اثرت. فبيبقى بقى الفيصل بينه وبين المريخ في المسائل القانونيه اللي هي الفيفا ومحاكمه، واللي حنصلها ان شاء الله. على اساس انه الاتحاد ذاته اللي هو جزء اصيل في المساله، يعني في انتقال بكري المدينه جزء اصيل، وهو عسي الاتحاد هو الخايف اكثر من المريخ، لانه عنده منشور من الفيفا من سنين انه يواكب مسائل ومنشورات وقوانين ولوائح اكوردنج للفيفا. وهم طبعا الظاهر يمكن قالوا لهم، الله اعلم، انا ما بتهمهم ساي ما عدلوا المساله دي. اول ناس حيتسالهم شنو يا اخي لاعب ويمضى هنا تقول لي ما جا مضى قدامي. سيد أشرف، يعني باختصار، لماذا لم تتم عودة القائد السابق هيثم مصطفى إلى نادي الهلال برغم تأكيدات البعض بأن هناك جهات عليا قد تدخلت، هناك شخصيات كبيرة في الدولة وفي الهلال قد دخلت في وساطة لديكم وقمتم بالموافقة على ذلك؟ يعني الوساطات اللي جاتني في موضوع هيثم من ناس اخوان ومن لاعبين ومدربين وناس مسؤوله في الدوله، ما كنت اعتقد ذاتها عندها علاقه بالكوره. فلما انا ضربوا لي ذاته استغربت. فلما مشيت انا بفتكر في موضوع يخص الوطن العزيز الجميل ده. فكان رديها انا ما بوعدكم، اصلا لا يمكن اوعدكم بمساله زي دي، لكن انا ان شاء الله الفو خير الهلال بعمله. الحل اللي لقيته انا والحاج هيثم ما رجعته للاتي. نمبر 1 العمر. احنا شغالين احلال وابدال، ونحن الناس عمر بخيت ومهند والناس دي اللي استغنينا عنهم حتى وشطبناهم ديل طبعا عقوداتهم انتهت. الناس فاهمين انه احنا شطبناهم، لكن هم ما شطبناهم. كان عمر بخيت، كان مهند، كان معز، عقده انتهى. ما دارين نجدد ليك لانه عندنا بوليسي جديده انه احنا لاعب اكثر من 30 ما بينفع معنا، ودي سياسه مجلس. هيثم مصطفى بلغ ال40 او قريب ليها. انقسم حوله الجمهور بين جمهور عايزه وجمهور ما عايزه. يعني تأنينا في هذا القرار واصدرنا قرارنا باعتبار انه فنيا خارج حساباتنا تماما اكوردنج للايتمز اللي احنا طالبينها في اللاعب. 2 مصدر خلاف، فانت ما ممكن مصدر خلاف هتجيبه على اساس انه تبقى مشاكل، يعني تبقى مشاكل ويجي وترجعه وما ينفع وما يواكب الشباب ديل، تقوم شهر 6 تشطبه تبقى في مشكله ثانيه باعتبار هنا. فطلعنا بياننا اللي كان بنعتبره كان وافي، وهو لاعب يعني ادى الهلال، نحترم تاريخه في الهلال، والبيت مفتوح له بيت الهلال. في اي لحظه عايز يرجع ويختم حياته نختم حياته نكرمه. حتى ادينا اوفر يمشي الارسنال، عندنا فيها 7 جوبس ادونا لها دونيشن لناسنا يجي كمدربين كده كده كنا عايزين نودي. فهو بكل ادب قال والله يا اخوانا انا قادر على العطاء. خلاص انت لو قادر على العطاء وهذه الفرصه دي ما عايزها، انت شوف التيم